جوه كل واحد فينا نسخة أقوى أنجح نسخة لسه ما ظهرتش. الفرق بينك وبين النسخة دي قرار إن أنت تبدأ تلتزم، قرار إن أنت تغير كل حاجة. أنا محمد أشرف، مدرب معتمد، وهساعدك إن أنت توصل لهدفك بخطة تدريبية معينة، بخطة تغذية مخصوصة ليك، وهمشي معاك خطوة بخطوة أونلاين لحد ما توصل لحلمك. خلي هدفك حقيقي وابدأ الرحلة. مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الرياضة والتغذية. كنا اتكلمنا في الحلقات اللي فاتت عن التشوه القوامي وعلاقة علم النفس بالرياضة، واتكلمنا كمان عن حاجات كتير ليها علاقة بالتغذية والرياضة. لو انت حابب تشوفها ممكن تخش على اللينك بتاعنا على اليوتيوب، هحطه على الشاشة. وعايز اكلمك النهاردة بقى في حاجة بتحصل في كل الجيمات، ان واحد لسه داخل الجيم بقاله 2-3 سمى نفسه كابتن، وابتدى ان هو يدي تمارين للناس، وابتدى ان هو يدي تمارين لنفسه. حس ان هو مش محتاج مدرب، مجرد ما جسمه بدأ بس يبقى كويس، وابتدى الحاجات اللي هو خدها يبتدي يطبقها على الناس اللي حواليه، ويبتدي بقى يدي اوردرات، ويبتدي بقى اللي هو انت لازم تعمل كذا، والعضلة عندك مش عارف مالها، ويبتدي بقى ينظر على الناس. وده غلط جدا 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 وكارثة، وبيعمل اصابات كتير جدا. لو ما كانش المدرب اللي انت بتاخد منه معلومة دارس وفاهم، انت كده هتودي نفسك في 60 داهية. والشخص اللي بيعمل كده ده هو بيأذي نفسه قبل ما بيأذي اي حد، لان هو خلاص بيبقى فاكر ان هو مش محتاج لحد، وبيبتدي يشتغل لوحده. طب ايه المشكلة ان انا اشتغل لوحدي وما احتاجش مدرب او احتاج اي حد، وابتدي بقى ان انا اتعامل في الجيم لوحدي؟ المشكلة ان ممكن انت غصب عنك تعمل حاجات غلط، تعمل لك مشاكل في شكل العضلات زي التشوهات القوامية اللي احنا اتكلمنا عليها. او المشكلة ان انت مش هتعرف تعمل لنفسك جدول في بروجريسيف اوفرلود. وبروجريسيف اوفرلود هي الجملة او الكلمة او موضوع حلقتنا النهاردة. يعني ايه بروجريسيف اوفرلود؟ يعني انا بزود حملي التدريبي بشكل محسوب وبطريقة معينة، مش بشكل عشوائي. يعني مش مثلا انا دخلت الجيم النهاردة، شلت الدمبل 40، هشيل المرة الجاية الدمبل 50 والدمبل 60 والدمبل 70. الموضوع ما بيمشيش كده خالص، لان انت هيجي عليك وقت هتوصل لمرحلة معينة من الاوزان انت هتثبت عندها، وده غصب عنك وده طبيعي. يعني دي مش حاجة تقلق. الطبيعي ان انا اجي عند وزن معين، والوزن ده يكون بالنسبة لي هو خلاص ده الليميت بتاعي، انا مش هقدر اعديه. انا دلوقتي مثلا فضلت اشيل لحد ما وصلت للدمبل. هو يا عم اعلى دمبل في الجيم عندك نقول مثلا ان هو 50. خلاص انت وصلت للدمبل 50. بعد ما انا وصلت للدمبل 50 بجيب بيه 8 عدات او 6 عدات. هل انا هثبت على كده؟ انا لو ثبت على كده دي هتبقى مشكله كبيره جدا ليك، لان انت هتشوف ثبات مش طبيعي، بل بالعكس انت ممكن جسمك يخس عضلات. يعني ممكن تبقى انت مظبط اكلك ومظبط نومك ومظبط تمرينك، وتلاقي جسمك بيخس عضلات لان جسمك بدأ يتأقلم على الوضع اللي انت حطيته فيه. فده الخطر اللي انا بتكلم فيه، ان هو لازم يكون في مدرب متابعك، عامل لك خطه على الاقل لمده 3 شهور قدام فيها بروجريسيف اوفرلود محسوب. طيب هل انا اقدر اعمل ده لوحدي؟ او انا ازاي اتعلم ده؟ انا هديك نبذه مختصره عنه، بس طبعا الكلام دي الحاجات دي بتتعمل بدراسه وبشكل محسوب اكتر من اللي انا هقوله لك ده بكتير، او بمعنى اصح ليه حسابات تانية. بس انا هحاول على قد ما اقدر اديك العناوين العريضه عن الموضوع، بحيث انت تبقى عارف انت بتعمل ايه. نفترض ان احنا عندنا شخص دخل الجيم ولعب بنش بريس بال60 مثلا. المفروض المرة الجاية انا اعمل ايه؟ المفروض المرة الجاية حاجة من اتنين. التمرين اللي بعدها على طول، يعني النهاردة لعبت ب60، التمرين اللي بعدها على طول حاجة من اتنين. يا اما ازود وزن اخليهم 62 ونص ل 65، من 2 ونص ل 5 في كل تمرين، يا اما ازود عدد. يعني انا النهاردة لعبت 6 عدات، المرة اللي جاية العب 8 عدات و10 عدات، وافضل اطلع بيهم لفوق. طيب انا خلاص وصلت لمرحله ان انا مثلا زي ما قلنا ال 62 او 65 ده اخري، مش هقدر ازود عنه. فهحط العدد هو الحاجه اللي قدامي. خلاص وصلت مثلا ل 10 عدات، 12 عده بقوا مريحين بالنسبه لي، هقلل الوقت بتاع التمرين. وده برضو بيجي من ضمن البروجريسيف اوفرلود. انا دلوقتي بريح بينهم دقيقه، هريح 45، المره اللي بعدها هريح 30 ثانيه، لحد ما اوصل لمرحله ان انا بشيل وزن معقول، الراحة معقولة، وعدد معقول. ابتدي ازود وزن تاني، او ان انا اعمل حاجة بقى، ودي هنتكلم عليها بشكل منفصل وكبير جدا، اسمها دي لود. الدي لود ده انا هكلمك عليه بعد ما افهمك قصة البروجريسيف اوفرلود. طيب خلاص انا كده عملت معايا وزن كويس، ومعايا عدد محترم، ومعايا وقت قصير ما بين المجاميع. هعمل ايه بقى؟ هروح جاي مزود او مبطئ الحركه اللي انا بتمرن بيها، ومحسن شكل التمرين. طبيعي جدا لو انت بتلعب بوزن عالي بالنسبه لك مثلا باي، هتلاقي ظهرك بيتمرجح شويه،
المرة اللي بعدها لو انا ظبطت الحاجات اللي انا بقول عليها دي، يبقى هوصل لمرحلة ان انا هلعب بوزن تقيل بشكل صح. وده كده احسن شكل انت تقدر توصل له، اللي هو ايه؟ ان انت تلعب بوزن تقيل، عدد ثواني قليل، وفي نفس الوقت بشكل كويس، وانت بتلعب التمرين كله صح. هي دي الفكرة. طيب ايه الديلود اللي انا كلمتك عليه ده؟ الديلود ده اللي هو انا بعد ما عملت اللي انا بقول عليه ده واتدرجت بالاوزان، وفضلت ماشي على الكلام ده لمدة شهر او شهر ونص، وانا ماشي ان انا بعمل اوزان كويسة والتمرين صح، وانا شايف تطور ملحوظ في شكل عضلاتي وفي قوتي البدنية بسبب بروجريسيف اوفرلود اللي انا عملته، هعمل حاجة اسمها ديلود. طيب ايه هو الديلود بقى؟ الديلود هو ان انا بنزل باوزاني وبنزل بمجاميعي وحتى بزود فترات الراحه. وفي ناس بتاخد الديلود ده على اساس ان هو ايام راحه، يعني مثلا انا طالع مصيف كمان شهر، فباخد الشهر ده كله تمرين، ما بريحش ولا يوم، طبعا باختلاف الاوزان، مش بعلي الاوزان طول الشهر، وباخد 3 4 ايام ورا بعض او 5 ايام بدون اي تمرين وبدون اي حاجه. وده بيكون ديلود بيقوي عضلاتك وبيقوي اربطتك وبيعمل لك استشفاء وبيعمل ضخامه، وبيكون حاجه كويسه جدا ومفيده جدا ليك. طيب هل انا اقدر اعمل كده من غير ما ابطل تمرين؟ اقدر اعمل كده من غير ما ابطل تمرين. لو انا شخص مواظب على الجيم والجيم بقى حاجه اساسيه من يومي وانا مش بقدر استغنى عنه، انا اقدر ان انا اعمل دي رود جوه الجيم. هعمل دي رود جوه الجيم ازاي؟ انا مش شرط كل مره اروح فيها الجيم اشيل اقصى وزن عندي، انا بشيل اقصى وزن عندي لمدة شهر، وبفضل أزود في الحمل التدريبي بتاعي لمدة شهر، من شهر، شهر وأسبوع، شهر وأسبوعين بالكتير قوي. ولازم تعمل دي رود عشان مفاصلك وأربطتك، لأن الموضوع مش عضلات بس، في مفاصل وأربطة شايلة معانا الدنيا. فالمفاصل والأربطة دي هتحتاج إن هي ترتاح برضه. هعمل إيه بقى؟ هخش الجيم، هلعب مجاميع قليلة، لو أنا بلعب 4 مجاميع هلعب مجموعتين و3، وهلعب عدات قليلة، وهلعب برضو بأوزان قليلة، يعني كل حاجة أنت قللتها. وفي ناس بتعمل إيه؟ يلعب سويدي، يعني هو كان بيلعب حديد مثلا يخش الجيم يلعب سويدي أو كارديو. حد مثلا كان بيلعب بارات وطنابل يلعب أجهزة ومكن بوزن خفيف. فكل ده تحت مسمى ديلود. طيب انا همشي جدولي ازاي؟ انا همشي جدولي بروجريسيف اوفرلود، هعلي الحمل التدريبي بتاعي، بعد كده هعمل ديلود اروح جاي منزله خالص، بعد كده هعمل حاجه اسمها ريلود. ريلود ده اللي هو ايه بقى؟ اللي هو انا برجع لاوزاني الطبيعيه اللي انا زودتها ايام بروجريسيف اوفرلود بشكل تدريجي. يعني انا في بروجريسيف اوفرلود انا بلعب الثلاث مجاميع او الاربع مجاميع بوزن عادي، اللي هو يعتبر اقصى وزن عندي. لكن في الريلود انا بدرج الاوزان، بلعب 8 10 12 مثلا في الاوزان. فدي كده المصطلحات اللي انت المفروض تعرفها عشان تعمل لنفسك جدول، طبعا مع حاجات تانية كتير، بس عشان تعمل لنفسك جدول، او بمعنى اصح لو مدرب متابع معاك ومش بيعمل لك الحاجات دي، انت لازم تسأل الحاجات دي مش بتتعمل ليه، لان الحاجات دي هي اللي فعلا هتعمل لك تطور عضلي وهتشوف فيها نتيجة كويسة جدا. خلينا بقى نتكلم على حتة تانية مهمة جدا جدا جدا، وهي حاجات انت بتشوفها في الجيم وممكن تكون لو انت مبتدئ مش فاهمها. مش ساعات كده بتخش الجيم تلاقي واحد خلص مجموعة، بعد ما خلصها قال لك استنى وراح جاي منزل وزن ولعب تاني نفس المجموعة، جيت تخش لقيته يقول لك استنى ونزل تاني وفضل يعمل كده. طيب مش ساعات بتشوف واحد بيخش عضلة ويطلع يجري يخش عضلة تانية ويطلع يجري يخش عضلة تانية؟ طيب ايه الحاجات دي والحاجات دي فايدتها ايه؟ وهل هي بتكون تحت برضو بروجريسيف اوفرلود ولا لا؟ ده اللي احنا هنفهمه دلوقتي، وده اللي انا هوضحه لك، وفي حاجات كتير جدا هتفهمها معنى كلمة سوبر ست، دروب ست، ميكانيكال دروب ست، وحاجات كتير جدا هتفهمها دلوقتي. طيب يعني ايه دروب ست؟ دروب ست وهي ان انا بعمل المجموعة بتاعتي، وبعد ما اوصل للفشل العضلي بالوزن التقيل اللي انا شايله، بنزل الوزن بالحمل التدريجي بتاع الوزن. لو انا بلعب ب10 مثلا بخليهم 7.5، وبلعب نفس التمرين تاني هو اللي انا بلعبه، والعب اجيب بيه 10 12 عدة، واخلص نفس المجموعة تاني هي بدون راحة، انزل الوزن لحد 5 والعب تاني لحد ما اوصل للفشل العضلي، وافضل اكرر ده لحد ما انزل لاقل وزن بالنسبة لي. ده اسمه دروب ست، وده بيعمل فشل في العضلة وبيحط العضلة تحت حمل كبير جدا جدا جدا، فبتضطر ان هي تبني نفسها بشكل اقوى. بس الدروب ست والسوبر ست واي حاجه انا هتكلم عنها في الجزئيه دي مش بتكون لواحد مبتدئ لسه داخل الجيم، بتكون لواحد بقاله في الجيم فتره كبيره جدا وعضلاته مش بيحصل فيها تطور او جسمه بدأ يتأقلم على التمرين بتاعه. طيب خلينا نتكلم على حاجه تانية اسمها سوبر ست. السوبر ست اللي هو عباره عن ايه بقى؟ السوبر ست ليه نوعين. في نوع انا بلعب نفس التمرين بس على زاويتين مختلفين.
يعني بلعب مثلا باي تبادل ولا اجري بسرعه العب باي بالبار، هو نفس التمرين او هي نفس العضله باختلاف الزوايا اللي انا بلعبها. طيب في نوع تاني بقى، وهو ان انا بلعب باي وتراي، يعني بلعب عضلتين عكس بعض او شيست وظهر او كذا وكذا، عضلتين مقابلتين لبعض. انا مثلا بلعب باي اجري بسرعه العب تراي، ده كده بيكون سوبر ست. طيب ايه الفرق ما بين ده وده؟ الاول بيحط حمل على العضله وبيخلي العضله تتحط في ضغط عالي فتقطع نفسها بشكل اكبر فتكبر بشكل اسرع، وفي نفس الوقت هو بيحرق دهون. التاني نفس الكلام، هو بيحرق دهون بس عنده بيديك فرصة اكتر ان انت ما تحطش لود على العضله. يعني انا لعبت باي فدي زاويه بعضله بتشد، ولعبت تراي فدي زاويه بعضله بتزق، فهتقدر تحط فيهم هما الاتنين اوزان عاليه. بس هو فايدته ان هو بيحرق دهون وفي نفس الوقت بيعلي عندك بروجريسيف اوفرلود زي ما احنا اتكلمنا. طيب هنتكلم عن حاجة تانية اسمها الكومباوند ست. الكومباوند ست ده هو ان انا باخد نفس العضلة، هي نفس العضلة، بعمل لها 2 تمارين، بس التمارين دي بتكون مركبة. يعني تمارين بتشغل اكتر من عضلة في وقت واحد لنفس ال العضلة. يعني انا مثلا بلعب رجلين فبلعب سكوات وبلعب لينجز مثلا، هو ده بيشغل عضلات كتير وده بيشغل عضلات كتير، فبيكون كومباوند ست ده بيكون هو مرهق شوية ومتعب، بيزود القوة البدنية بتاعتك وفي نفس الوقت بيحرق من الدهون اللي موجودة فيك. وده برضو بنلجأ له في أوقات معينة، حد مثلا عنده بطولة قريبة، للناس اللي هم بيلعبوا فنون قتالية، بيلعبوا حاجات ليها علاقة بالدفاع عن النفس والقوة والكلام ده. هنا بقى نخش عن حاجة اسمها ميكانيكال دروب ست، ودي ذكية جدا وقوية جدا، وهي ان انا بعمل لنفس العضلة بس كذا زاوية مختلفين، مش مرتين، لا 3 أو 4. بعمل لنفس العضلة كذا زاوية مختلفين ورا بعض وبجري أعملهم بسرعة جدا، فده ما بيحطش حمل عالي على العضلة لأن الزوايا بتختلف، وفي نفس الوقت هو بيحرق معاك كتير جدا وبيخلي العضلة بتاعتك فعلا حرفيا تبقى نار. عارف الناس اللي هو مثلا خطوبته بعد أسبوع مثلا عايز يعمل فورمة كويسة بشكل سريع، فبنلجأ للموضوع ده، بس احنا مش بنطول فيه خالص لأن هو بيأذي المفاصل بشكل كبير جدا لو احنا استمرينا عليه أكتر من أسبوع 10 أيام. انا ما انصحش بيه الا للضروره القصوى، عندك مشوار مهم، عندك حاجه مهمه، فبناخد الميكانيكال دروب ست ده كسلمه نطلع عليها الجزئيه دي، طبعا مع نظام غذائي كويس جدا مع اكل ومكملات محترمين عشان تقدر تعمل ده. طيب امتى بقى بستخدم الحاجات دي؟ لما بحس ان انا مفيش اي تطور في جسمي، بحس ان انا ثابت على اداء معين، عملت كل حاجه في التمرين اقدر اعملها ومفيش اي تغيير، بعمل الحاجات دي لمده اسبوعين او 3 اسابيع وان شاء الله هتحس بنتيجه كويسه جدا. بس حاول على قد ما تقدر ما تطولش عن كده، لان زي ما انا قلت لك ولازم تخلي دي قدام عينك على طول، ان الموضوع مش عضلات بس، في عندنا مفاصل، في اربطه، في حاجات تانية مع العضلات. لو انت فضلت تشيل اوزان كتير جدا وتضغط على نفسك في التمرين، فحاجه من الاتنين، يا اما هتبقى مرهق طول الوقت وهيحصل لك مشاكل، يا اما يبتدي يحصل لك حاجات في الاربطه والاوتار والركب. هتلاقي معظم لعيبه الجيم القديمه اللي هم مش دارسين او الناس اللي مسمين نفسهم كباتن اللي انا بقول لك عليهم دول، جسمهم مليان اصابات، كتفه طول الوقت يقول لك ده الجيم كله عنده اصابه كتف. ما هو الجيم كله عنده اصابه كتف لان احنا بنضغط على نفسنا في التمرين بشكل مبالغ فيه. الموضوع بالعقل، وجسمك ذكي بيقدر يتكيف مع اي حاجه انت بتحطه فيها. يعني لو واحد اتعود ان هو كل يوم الصبح يجري الملعب الخماسي ده 11 مره 12 مره، فهو جسمه هيتاقلم على كده. حتى لو هو بيتعب شويه فخلاص جسمه هيتاقلم على كده، نسبه الحرق عنده مع الوقت مش هتكون زي الاول، عضلاته هتبقى بالنسبه لها ده مش مفيش فيها تطور. فحاول على قد ما تقدر ان انت تخليك ذكي وتتكيف، ومن وقت للتاني تغير التمرينات، بس ما يكونش من وقت للتاني ده اللي هي مدة صغيرة، يعني مش كل شهر تغير التمرين. استنى التمرين يؤثر في العضلة ويغير شكلها وبعدين ابدأ غير. جوه كل واحد فينا نسخة أقوى أنجح، نسخة لسه ما ظهرتش. الفرق بينك وبين النسخة دي قرار إن أنت تبدأ تلتزم، قرار إن أنت تغير كل حاجة. أنا محمد أشرف، مدرب معتمد، وهساعدك إن أنت توصل لهدفك بخطة تدريبية معينة، بخطة تغذية مخصوصة ليك، وهمشي معاك خطوة بخطوة أونلاين لحد ما توصل لحلمك. خلي هدفك حقيقي وابدأ الرحلة. خلاص كده احنا فهمنا كل حاجة عن جسمنا، خلينا بقى نخش على حتة مهمة جدا، وهي إن الجسم فيه مجموعة تفاعلات كيميائية وهي اسمها الهرمونات. الهرمونات دي احنا لازم نفهمها كويس، ونفهم كل هرمون بتاع ايه، ونفهم قصته ايه عشان نعرف جسمنا ماشي ازاي.
طيب في هرمون في جسمك كراجل اسمه التستيرون، وده الكينج. ده هو اللي عاملك كراجل، يعني هو اللي موقفك على جسمك كراجل. هو اللي مسؤول عن بناية جسمك وقوة جسمك، صوتك، دقنك، شكلك الذكوري. كل ده بسبب هرمون التستيرون. ده اللي الناس بياخدوه في حقن، وده اللي الناس بيدخلوه في جسمهم انجكشن بكمية كبيرة جدا، وبيحصل لهم بلاوي سودا بسببه عشان خاطر يكبروا عضلاتهم. هرمون التستيرون انا اقدر ازوده بشكل طبيعي، بس طبعا مش هيكون بالكميه الضخمه اللي انت متخيلها، ولكن نقدر نزوده في جسمنا بشكل طبيعي. طيب في حاجات معينه انا ممكن اعملها تزوده. بس خلينا الأول فاهمين إن ده المسؤول الوحيد والأساسي عن بناء العضلات وعن زيادة العضلات، هو وهرمون تاني اسمه جي اتش. يعني هو مش الوحيد، لا، هو معاه تاني واحد تاني اسمه جي اتش. الاتنين دول مسؤولين عن بناء العضلات، مسؤولين عن صوتك، طريقة كلامك، دقنك بتتقل بشكل كبير ولا لأ، في دهون كتير في بطنك ولا لأ. كل لما الدهون في بطنك تعلى وهرمون الأنسولين يعلى ويبتدي هرمون الكورتيزول يعلى في جسمك، برضو هرمون التستيرون بينزل. فهرمون التستيرون ده هو اللي مسؤول عن كل حاجة موجودة في جسمك. طيب أعلي هرمون التستيرون إزاي؟ أهتم قوي بنومي، لأن أكتر حاجة بتعليه وأكتر حاجة بتكبره في جسمك وبتشغله هي النوم. إن أنا أنام من 7 ل9 ساعات بالليل، وأهم حاجة بالليل لازم يكون بالليل. إن أنا آكل دهون صحية بشكل كويس. ان انا اكل زيت، ادخل مثلا جسمي زيت زيتون، افوكادو، مكسرات. الحاجات دي مهمة جدا. خليك هادي. التوتر بيقلل جدا هرمون التستيرون في جسمك. زي ما قلنا لما بتوتر هرمون الكورتيزول بيعلى، فهرمون التستيرون بينزل في جسمك بشكل كبير جدا. فيتامين دي مهم جدا، اتكلمت عنه ويمكن بتكلم عنه في كل حلقة. لازم تبقى فاهم نسبة فيتامين دي في جسمك عاملة ازاي، لان كل ما فيتامين دي بينزل في جسمك كل ما عضلاتك ما بتشوفلهاش تطور بشكل كويس. بيحصل لك تشوهات قومية، بيحصل لك نقص في حاجات كتير جدا في جسمك، بتبتدي تحس بدوخة. بمعنى اصح هرمون دي برضو مهم جدا. الفيتامين دي مهم جدا، لازم تتابعه. هو مسؤول بشكل يعني في لينك بينه وبين هرمون التستيرون. لو هو نزل برضو مش هتشوف نتيجة كويسة لهرمون التستيرون. خلينا بقى نتكلم عن هرمون احنا ذكرناه من شوية، وهو هرمون الجي اتش. والجي اتش مسؤول بشكل كبير جدا برضو عن بناء العضلات. هو بمعنى أصح مهندس عضلاتك. الجي اتش ده لما يعلى في جسمك، جسمك هيبقى حلو جدا. برضو جي اتش بيتحقن من حقن خارجية، وما تعملش كده وما تعملش كده ما تعملش كده، لأن ده خطر جدا. هرمون الجي اتش لما بيخش جسمك بيكبر عضلاتك، وفي نفس الوقت بيزود الحرق عندك، فده يعتبر هيعمل لك شكل كويس جدا في مدة قصيرة جدا. طيب ازاي اعلي هرمون الجي اتش او جروس هرمون؟ بص، الجي اتش ده اكتر حاجة تعليه هو ان الصيام متقطع او الصيام الاسلامي. ان انا اصوم، كل ما تصوم مدة اكبر كل ما هرمون الجي اتش بيعلى في جسمك، والتستيرون على فكرة، بس الجي اتش اكتر. فالصيام مهم جدا 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 عشان يعلي معاك الهرمون بتاع الجي اتش. ان انت تنام عدد ساعات كويس، ان انت تنام من 6 ل8 ساعات كويس ويكونوا بالليل، او من 6 ل9 ساعات ويكونوا بالليل. ان انت تنظم وجباتك بشكل كويس، وان انت تعمل دايت صحي سليم، هتلاقي هرمون الجي اتش عالي عندك. تتمرن بتمرينات عالية الشدة، تتمرن بشدة عالية جدا وانت بتتمرن. بلاش سكريات، عشان السكريات بتقلل الهرمون ده في الجسم. كل لما هرمون الانسولين بيعلى كل ما هرمون الجي اتش بينزل. فخليك عارف ان انت اكبر عدو ليك وانت بتتمرن وعايز تطلع عضلات هو السكريات، لان كل ما نسبة السكر تعلى في جسمك هتنزل هرمونين هم اصلا المسؤولين عن البناء، وهو هرمون الجي اتش الجروث هرمون، وهرمون التستيرون. هم دول هيكونوا عاليين جدا في جسمك. هيكونوا قليلين جدا لو انت نسبة الانسولين او نسبة السكر عالية في جسمك، وهيعمل لك خطر ومشاكل كتير جدا. خلينا نتكلم بقى عن هرمون، وده هرمون مجرم بمعنى الكلمة. هرمون مجرم، هرمون احنا جبنا سيرته كتير قوي واتكلمنا عليه كتير قوي، وخليك عارف ان ده كارثة بمعنى الكلمة. هرمون الانسولين. الانسولين هو مش عدو ليك، هو ممكن يكون صاحب، وصاحب كويس جدا وجدع ويقف جنبك، بس انت تستخدمه صح. الأنسولين هو بيعلى في جسمك لو أنت أكلت سكريات بشكل مباشر، لو أنت أكلت
كربوهيدرات بشكل كبير جدا فبيعلى في جسمك. انا بتكلم في واحد ما بيبطلش اكل سكر، ما بيبطلش اكل كربوهيدرات، رز مكرونه بطاطا بطاطس طول ما هو قاعد عمال ياكل الحاجات دي، فبيعلى في جسمه الانسولين وبيعمل حاجه اسمها مقاومه انسولين. ووقتها بقى بيكون الكوارث اللي احنا اتكلمنا عليها في الهرمونين اللي فاتوا، وهو هرمون الجي اتش وهرمون التستيرون، دول بينزلوا بشكل كبير جدا، وعند السيدات هرمون الاستروجين. فمعنى ان هرمون الانسولين يعلى في جسمك معنى كده ان هو يعمل لك مشاكل خطيرة جدا 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 على صحتك وعلى هرموناتك وعلى تفكيرك وعلى كل حاجة موجودة في جسمك. هرمون الانسولين انا اقدر اسيطر عليه بالصيام زي ما قلنا في هرمون الجي اتش، واقدر اسيطر عليه بان انا اتمرن تمرين قوي جدا، لان التمرين بيقلل الانسولين في جسمنا. في مشروبات كتير جدا واتكلمت عنها زي الشاي الاخضر، القرفة، الجنزبيل، خل التفاح، الحاجات دي كلها بتقلل هرمون الانسولين في جسمك. قلل السكر، واستغل الوقت اللي حوالين التمرين اللي هو قبل التمرين وبعد التمرين عشان تقدر تاكل فيه كربوهيدرات. يعني حاول على قد ما تقدر تقلل الكربوهيدرات او النشويات طول اليوم، وتيجي على الوقت اللي قبل التمرين بالظبط ده وتبتدي ان انت تحط فيه كارب قبل التمرين وكارب بعد التمرين عشان تخلي بالك من هرمون الانسولين. طيب هرمون الأنسولين، أنا هحافظ على مستويات الأنسولين قليلة في جسمي، هلاقي نفسي شكلي نشيط، قوتي أجمد، شكلي أحسن، صحتي أفضل، عيني شايفة أحسن، كل حاجة في جسمك هتكون كويسة. والله على في جسمي انت بنفسك هتشوف النتيجة. اقدر ان انا اسيطر عليه بان انا اعمل هيلثي لايف ستايل. مش لازم على فكرة يكون جسمك وحش عشان خاطر تسيطر على السكر في دمك. لا، انت حتى لو جسمك حلو والدنيا معاك كويسة وجسمك مظبوط وانت شايف ان هو مظبوط مش محتاج اي حاجة، لازم برضو تقلل السكر في جسمك. لان انت لو عليت السكر في جسمك هيبتدي شعرك يقع، ضوافرك ما تطلعش بشكل سليم، حس ان عينك مش شايفة كويس، اوقات كتير احس بدوخة، احس بخمول، خصوصا اول ما تصحى من النوم تحس ان حد مديك علقة، جسمك مكسر ومش قادر تقف، في دهون كتير حوالين بقى البطن، حوالين البطن السفلية كده والبطن عموما، الجناب بتطلع بشكل كبير جدا. ومع الوقت بقى اللي انت شايفه بكمية قليلة ده هتلاقيه ابتدى يعلى بقى. يعني ابتدى انت شايف النهاردة قروشة صغنن كده لسه ما كبرش، واحدة واحدة بقى ربنا يبارك لك فيها ابتدي بقى ايه ان شاء الله يكبر معاك بسبب هرمون الانسولين. اكلمكم بقى عن هرمون انا كل حلقة بتكلم عنه وهفضل كل حلقة اتكلم عنه، وهو هرمون الكورتيزول. هرمون الكورتيزول هو هرمون التوتر. دي حاجة بتزود وزني بسرعة جدا وبتقلل تطوري في كل حاجة حواليا، بسبب ان انا بتوتر، ان انا مش بنام كويس، وخصوصا السهر. يعني انا لو بسهر مش بنام كويس فهرمون الكورتيزول بيعلى في جسمي، بتوتر كتير، عندي ضغط في الشغل، عندي قلق مستمر بالنسبة لموضوع معين، في حاجة معينة بفكر فيها باستمرار، قلقاني، عاملة لي مشاكل. هرمون الكورتيزول هيعلى في جسمك حتى لو مظبط أكلك ومظبط تمرينك ونومك، هتلاقي نفسك بتتخن وانت مش عارف انت بتتخن ليه. الحل ان انا اخلي بالي شوية من الهرمون ده، ان انا اقلل التوتر والضغط، اعمل تمارين مديتيشن وتنفس زي ما قلنا قبل ما انام كده، نفس كبير من مناخيرك طلعه بالراحة من بقك. التمرين ده مهم جدا، انت قبل ما تنام واول ما تصحى من النوم تعمل التمرين ده. والوقت اللي انت عندك فيه مثلا انترفيو مهم، رايح مشوار مهم، عندك حاجة بدري الصبح وقلقان مش عارف تنام كويس، اعمل تمارين مديتيشن دي، وهي ان انت بتقعد بتفرد ظهرك وبتغمض عينك وبتاخد نفس كبير قوي كده، ما تسيبوش بقى يجري خالص وكده، لا طلعه بالراحة. التمرينات دي بتقلل هرمون الكورتيزول جدا جدا جدا. هنخش بقى على هرمون جميل جدا وهو صديق الجي اتش، هو اسمه اي جي اف. الاي جي اف ده هو صديق الجي اتش في كل حاجه، يعني هو بيظبط لك عضلاتك وبيخلي عندك قوه بدنيه وبيخلي شكل جسمك حلو وبيحرق معاك دهون. طيب انا ازاي اعلي الاي جي اف في جسمي؟ ان انا انام كويس، ان انا اعمل صيام متقطع، وان انا اكل بروتين نظيف في كميه كبيره، ان انا ادخل جسمي بروتينات بكميه كبيره جدا طول الوقت. في كل وجبة بدخل جسمي كمية كبيرة جدا من البروتين. يعني مثلا أنا باكل الصبح جبنة قريش وبياض بيض وفول مثلا، كل دي بتكون بروتينات. البروتينات مهمة جدا. جيت على الغدا مثلا هتاكل سمكتين كبار، هتاكل نص فرخة. طول ما انت بتدخل جسمك بروتين بالكمية الكبيرة دي طول ما الاي جي اف ده بيعلى في جسمك.
الهرمونات اللي انا بتكلم عليها وبقول ان هي بتطلع عضلات للشباب عموما، الكلام ده لو البنات طبقته هتلاقي نتيجة كويسة جدا. مش بس في عضلات، يعني هي مش هيطلع لها عضلات بس جسمها هيتشد، هتبقى عاملة شبه الموديل كده. ومش بس هتلاقي نتيجة في جسمها، لا ده هما كمان عشان عندهم بشرة حساسة شوية، فبشرها بشرتها وشعرها والكلام ده كله هيبتدي ان هو يتحسن مع الوقت. جوه كل واحد فينا نسخة أقوى أنجح نسخة لسه ما ظهرتش. الفرق بينك وبين النسخة دي قرار إن أنت تبدأ تلتزم، قرار إن أنت تغير كل حاجة. أنا محمد أشرف، مدرب معتمد، وهساعدك إن أنت توصل لهدفك بخطة تدريبية معينة، بخطة تغذية مخصوصة ليك، وهمشي معاك خطوة بخطوة أونلاين لحد ما توصل لحلمك. خلي هدفك حقيقي وابدأ الرحلة.